K. Zimmerman for I-24 News. We need the Prime Minister, Mr. Netanyahu, because he is strong man and he is logic man. في الجزيرة العربية هناك حقل نفطي واعد في الربع الخالي سوف يلزم دول مجلس التعاون واليمن أن تتحد لحمايته وحماية مكتسباتها. أما حقل أوغادين الواعد في إثيوبيا فسوف يوحد القرن الأفريقي برئاسة إثيوبيا، وسوف يتم بناء جسر بين القرن الأفريقي والجزيرة العربية، هو جسر النور الذي يربط بين مدينة النور في جيبوتي ومدينة النور في اليمن. وهذا يتطلب عدة أمور. الأول: 1. تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل. 5. إنشاء قوة عربية بمباركة أمريكية وأوروبية لحماية الدول الخليجية والعربية والمحافظة على الاستقرار. 7. العمل على إيجاد كردستان الكبرى بالطرق السلمية، لأن ذلك من شأنه أن يخفف من المطامع الإيرانية والتركية والعراقية التي ستقتطع الثلث من كل دولة من هذه الدول لصالح كردستان. وأرجو التوفيق والسلام في الشرق الأوسط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.